فانا في اسئله طبعا انا منقيها لك ومختارها مخصوص ليكي. اعملي لي الحقنه اللي صاحبتي عملتها، ان انا ماشيه بس ورا هي داخله سوبر ماركت، انا مش داخله سوبر ماركت، ومن حقها كمان ان انا اصمم على رايي لان انا الدكتوره مش هي، بس هي تخيلت ان هي ده الحل من اللي بتسمعه. انا عايزه نفس الحاجه، فده مش صح. انا ما برضش اشتغل. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست الجامدين. يسعدني ويشرفني النهارده يكون معايا اختي الغاليه الاستاذه الدكتور نيفين درغام. الحقيقه يعني انا سعيد جدا جدا بوجودك معايا النهارده. انا مبسوطه برضه ان انا معاكي يا احمد. هسال كده كام سؤال، وانا معروف طبعا عنك صراحتك المعتاده. فانا في اسئله طبعا انا منقيها لك ومختارها مخصوص ليكي، لان عارف ان احنا هناخد الاجابه الوافيه من عندك، الاجابه المحرجه. احنا عندنا طبعا يعني في حد فاصل ما بين العلم وما بين الشغل الكوميرشال. صح. وانتي مدرسه طبعا، يعني مدرسه ابا عن جد، يعني ما شاء الله تبارك الله. فالعلم، فانا باخد راي العلم في بعض البروسيدورز اللي ممكن بتتباع وبتبقى اوفر ريتد اكتر ما بتتفهم، واكتر ما بيكون في ايفيدنس او بروفد ايفيدنس عليها، وبتطلب كتير جدا مننا. صحيح. زي ايه يعني الحاجات اللي انت رايك في موضوع الحاجات اللي بتطلب وبتبقى procedures overrated ومفيش ليها فاليو طبيه بالشكل اللي يقابلها من الضجه اللي عليها؟ طيب هو مش هقول ملهاش فاليو، بس ملهاش فاليو في كل الناس. اوكي. طبعا حاجتين كان الترند لغايه الفتره اللي فاتت، حقن النضاره بكل انواعها. بكلمه مطاطه جدا. مطاطه. انا داخله عايزه حقن نضاره. اوكي. حضرتك قولي لي المشكله، ما انا عايزه حقن نضاره. تاني حاجه انا عايزه محفزات كولاجين، اعملي لي الحقنه اللي صاحبتي عملتها. فممكن تكون بشرتها ما تستجبش، ممكن يكون مشاكلها ما تنفعش، يعني دي الحاجات اللي بتطلب بصرف النظر. انا مش عايزه فيلر، انا عايزه ده. طب ما ده ممكن يكون اسوأ ليكي من الفيلر، يكون يعمل مشكله عنه. يعني ممكن ما يناسبكيش خالص، يخلي منظرك وحش، بس ده بيطلب. فالمشكله ان انت ما ينفعش تجري وراها بقى. طيب في الحاله دي الاويرنس ده دورنا احنا ان احنا بنقول بس لما الحاجه بتطلب وبتبقى هي مرتبطه بالبيشنت ساتسفاكشن. صح. لو هو مفيش اي تعارض مع الميديكال ايثكس، هل فيما يمنع ان انا ممكن حتى لو انا مش مقتنع قوي بالترند ده او الحاجه دي، وهي انا بالنسبه لي لم تقتل بحثا، يعني لا، انا بالنسبه لي فيما يمنع. انا بالنسبه لي كنيفين فيما يمنع. ما يمنع. طبعا. يعني الموضوع مش موضوع في حاجه تعترض مع الميديكال ايثكس. يعني خلينا نقول لو البيشنت داخله عايزه سكين بوستر، معلش انا جايه عايزه سكين بوستر. طب انت مش محتاجه سكين بوستر. انا عايزه اعمل ليب فيلر، انت مش محتاجه ليب فيلر. هل هو هيعمل لها مشكله؟ لا، مش لازم هيعمل لها مشكله. هل هو خطر عليها؟ لا. يبقى انا بتكلم هنا مش في ايثكس ان هو خطر او انه هيعمل، لا، مش ميديكال كونديشن يعني. اوكي. لكن انا بتكلم في مورال ايشوز بقى. اوكي. هل انا مجرد هعمل الحقنه دي عشان اخد فلوسها والبيشنت تروح مرضيه وبعد يومين ثلاثه تقول انا عملتها ليه؟ ما هل الفلوس اللي داخله لي دي انا هقدر يعني استحلها ان انا ماشيه بس ورا هي داخله سوبر ماركت؟ انا مش داخله سوبر ماركت، ما هي في الاول وفي الاخر دخلت عند دكتوره واختارت الدكتوره دي عشان تعمل حاجه موثوق فيها. يبقى من حقها ان انا لازم اديها النصيحه، ومن حقها كمان ان انا اصمم على رايي لان انا الدكتوره مش هي. اوكي. يعني الدخله بتاعت انا عاوزه دي بالنسبه لك بتبقى مرفوضه من البدايه. دي بتبقى مهينه جدا. مهينه بصراحه. يعني انت جايه تعرضي مشكلتك واحنا لا بالظبط. يعني انا باخدها بالذوق كده وبالراحه. طيب خلينا نتكلم الاول، ايه اللي مضايقك؟ انت نفسك ايه؟ حقنه النضاره دي هتعمل لك ايه؟ وعايزه اقول لك ان في كتير منهم اصلا بيعملوا حاجات اقل كتير من حقنه النضاره وبيبقوا مبسوطين، لان هي المشكله اللي عندها هي مش محتاجه دي، بس هي تخيلت ان هي ده الحل من اللي بتسمعه. اوكي. بالنسبه طيب لحاجه تانية، بالنسبه للفرايتي في السعر، بالنسبه في حاجات بتبقى يعني واخده براندنج اكتر من اللازم. طبعا. هو بقى الترند دلوقتي ان الشركه بتعمل براندنج للبرودكت. اوكي.
فبقى قبل ما يبقى في ليتريتشرز او في حاجه تقول ان ده يعني هو الليتريتشر على النوع ككل، يعني الليتريتشر على let's say hyaluronic acid boosters, أوكي. peptide boosters, amino acid boosters, collagen stimulators، يعني على الاكتيف ingredient مش على البراند. مش هقول اكس ده اتعمل عليه 50,000 استادي، لا مفيش كده. بس هو الفكرة كلها مش ستاديز بس، الفكرة أنا دلوقتي ده مش كل واحد في دول له الميزة بتاعته. مفيش، لو هو واحد بس أحسن واحد كنا اشتغلنا كلنا بيه، وانت عارف كده. اكيد. ولو في واحد أسوأ واحد ما كناش اشتغلنا بيه خلاص. ما كل واحد في الحاجات المحترمة أنا بتكلم له ميزة، هي دي للبيشنت ده تنفعه وده ما تنفعوش. أنا ينفع أحط كذا، أنت ما ينفعش تحط حاجة تانية. فانا لازم انا اللي اختار لها، ما ينفعش هي تجيلي بالبراندنج اللي في دماغها. لا انا عايزه اعمل اللي صاحبتي عملته عشان ده كان حلو مع وشها. وعلى فكره ده مش في البراندنج بس، يعني انا بيجيلي بيشنت تقول لي انا صاحبتي عملت معاكي كذا ووشها بقى تحفه، انا عايزه نفس الحاجه. اوكي. فده مش صح بالظبط. برضه. انت من الناس اللي بتبقي دايما ابديتد في السوشيال ميديا، ولا لا. مسلمه السوشيال ميديا لميديكال ماركتنج وخلاص انت مالكيش دعوه بالصفحه؟ هل انت اقول الصراحه؟ لا الصراحه طبعا بصراحه معتادها منك يعني. والله ولا كده ولا كده. ده انا ضايعه خالص. يعني انا عندي بيج انت عارف. بس طبعا يعني انا ما عنديش وقت ان انا امسك البيج دي ولا اعمل فيها حاجه، ومش مدياها الماركتنج كومباني، ومش مدياها لحد خالص. السكرتيره بتاعتي هي اللي بترد على الاسئله لو حد عايز يسال سؤال، لكن انا مش معتبراها ان هي بيج كوميرشال او بيج قد ما هو الناس طلبتها مني. يعني العيانين قالوا لي في ناس كتير بيقولوا اشمعنى، يعني بنقول لهم مثلا انا شغلي وورد اوف ماوث. بالظبط. انا شغلي وورد اوف ماوث اساسا. يعني انت اتبسطت معايا فبتقول لحد وده اقوى نوع من انواع الشغل انا في رايي كده. ان العيان مش بس شايف صوره فجاي لي، لا هو عارف كويس هو رايح فين. فبيقولوا لي بنيجي نقول لاصحابنا او بنيجي نقول لمعارفنا، فبيبقوا عايزين يشوفوا بيج، عايزين يشوفوا على الاقل شكل الدكتوره تدينا نصايح. طيب بدل ما كل الاخبار وحشه، كل الحاجات مش مظبوطه، معظم الناس بتتكلم كلام كوميرشال، فممكن تقول لنا حاجات. والحقيقه حبايبي قوي يعني قالوا لي لا ما يصحش ان انت ما يبقاش عندك في الايرا اللي احنا فيها. فعملت حاجه بس مش انفستنج فيها، يعني مش على طول اون اند اوف، بيفور اند افتر. لكن ما فيش فيديوهات مثلا او ريلز ساعات بلاقي نفسي فاضيه اقعد اصور كده وانا في العياده. لو لقيت نفسي عندي بريك شويه صور فيديوهين 3 ورا بعض وانزلهم بعد كده متقطعين، هتلاقي بس مش تايم لاين لوقت معين او حاجات محدده. فاشله في الحته دي بصراحه. ساعدني. لا هي عامه يعني هي بصي بتبقى هي باشون. هي في ناس عندها قدره صح على ده، انه هيبقى قدام الكاميرا 24 ساعه. وان انا برضو صح. يعني برضو ان احنا بعد ساعات الشغل بقى بندور على البيس اوف مايند، ان انا يعني ده هو ده اللي احنا عايزينه. ده محتاج ده جدا. صح. بمناسبه البيس اوف مايند بقى، احنا في الاجازه عامه، يعني احنا عاده الاسبوع كله بيبقى شغل حصل. وبيبقى طبعا الاجازه بيكون فيها مؤتمر في الغالب. طيب ده بيبقى يعني طبعا جاي على حساب البيت وعلى حساب الوقت بتاع الفاميلي. بنقدر نظبطها ازاي، خصوصا ان احنا في المجال الجلديه بتاعنا في عندنا يعني ايفنتات كتير جدا، مؤتمرات كتير جدا، وانت دايما طبعا يعني كقيمه وقامه مطلوبه في كل المؤتمرات سواء اللي في مصر او بره مصر. بنقدر ان احنا نعمل البالانس ولا في حاجه بتيجي على حاجه؟ بص انا اتربيت في بيت بابايا بيشتغل دكتور ومامتي بتشتغل دكتوره ودكاتره مشهورين كمان انت عارف، وكانوا فعلا معظم الوقت مش موجودين. بس هو الفكره ان الوقت اللي هم موجودين فيه يبقى كواليتي تايم. فانا بحاول قدر الامكان ان انا الوقت اللي متواجده فيه يبقى كواليتي تايم قد ما اقدر. مش هقول ان انا بيرفكت، اكيد في حاجه بتيجي على حاجه، بس بحاول اعوض ده بان انا الوقت اللي انا متواجده فيه اسال ولاد، اعرف اخبار المدرسه، اعرف اخبار صحابهم، ايه الحاجات اللي حصلت، اتفاعل معاهم، ابقى متواجده، يكلموني في نص اليوم لو في حاجه حصلت يحكوها لي. بعد كده بعد ما بعرف اخبارهم بروح عند بابا وماما اشوف اخبارهم ايه، فباخد الناحيتين، بكلم اخواتي وانا مروحه في العربيه بقى بعمل مكالمات اشوف اخبارهم ايه، اطمن عليهم، صحابي بكلمهم كل فتره. بس العيله بحاول الوقت اللي معاهم يبقى كواليتي تايم. طبعا شهور الصيف او شهور الاجازات والاعياد انا ببقى توتالي اوت، حتى لو في مؤتمر حلو قوي او في ايفنت حلو قوي انا توتالي اوت. ده وقت العيله، اي وقت اجازه في الوقت اللي هم اجازه فيه من المدرسه ببقى معاهم وبنسافر نبقى مع بعض، يبقى فول تايم
I think this is good يعني، حتى عشان ما يزهقوش مني. لا بس هي يعني اعتقد يعني طبعا في دور للوالد والوالده طبعا في حته الفاميلي تايم دي، لان طبعا اكيد هم ما شاء الله تبارك الله ربنا يديهم الصحه، استاذنا الدكتور احمد درغام واستاذتنا الدكتوره ناديه ربنا يديهم الصحه ويبارك ربنا فيهم، يخليك. وان شاء الله كده يعني دايما هذا الشبل من ذكى الاسد. ربنا يخليك يا أحمد. في بقى حاجات ديبيتس كتيره ليها علاقه بالطب برضه هنرجع لها تاني زي الليزر. احنا اتكلمنا في حته الاستاتيك والانجكشن، حته الليزر والناس معتقده ان الليزر ده هو الحل السحري لكل حاجه، وان الفاليو او القيمه اللي هو هياخدها او النتيجه من جلسه واحده. ففي عندنا بعض الحاجات والمفاهيم الغلط اللي احنا بنواجهها كتير. ايه رايك في الموضوع ده؟ بص، هو دي حقيقه، فكره كلمه ليزر في حد ذاتها لغايه دلوقتي ما زالت عامله زي الماجيك وورد كده. انا يا دكتور عايزه اعمل ليزر، انا عايزه افتح المنطقه دي بسرعه جدا وافتح حاجه، فانا عايزه ليزر. انا عايزه الوحمه دي تطير، عايزه ليزر. عايزه التجاعيد تروح، عايزه ليزر. ليه؟ لان هو بصراحه الناس مش فاهماها، والحاجه اللي انت مش فاهمها يا اما بتخاف منها قوي يا اما بتقدسها قوي. اوكي. فالليزر اتقدس على مر السنين ان هو ده الالتيميت سوليوشن، وده نتيجه لان الناس بتنزل صور احسن شغل عندها. يعني اكيد انا عندي 100 حاله، لو 90 حاله منهم هيبقوا تحفه وكويسين، بس في 10 حالات تحفه قوي، هنزل واحده من 10 حالات. اكيد صح طبعا. كل الناس كده، يعني كل الناس بتشوف حاله ايه ده واو الله جميله جدا، لكن في ناس تانية جابت نتيجه وسط، في ناس جابت نتيجه احسن، في ناس ما استجابتش حلو، وارد. فمن الاونستي ان البيشنت لما يدخل يعرف الحاجه دي هتستجيب مع الليزر ولا لا، ومدى استجابتها قد ايه، وعدد الجلسات قبل ما يبتدي بقى ويدفع اي حاجه. اوكي. هتستجيب ولا لا، ومدى استجابتها 70% 80% 90%، او لو الدكتور قال 100% تدور وامشي، لان مفيش حاجه 100%. مفيش حاجه طبعا اكيد. وعدد الجلسات لازم الناس تفهم ده، دي بروسيجر في الاول وفي الاخر. بتطبقي موضوع مع البيشنت اللي هو يعني دايما الترابل ميكرز اللي بنشوفه دايما في عياداتنا، الميديكال كونسنت؟ بص، انت بتطبقه؟ انا بحاول ان انا اقوله في شكل نصايح وفي شكل بروشور بديهوله فيه نصايح. انا شفت كل حاجه، شفت الجانب المظلم وشفت الجانب الايجابي، بس المريض عندنا ما بيقراش. دي ما بيقراش وما بيمضيش. ما بيمضيش، لا بيمضي يحس ان هو هيمضي على املاكه. موضوع ان هو يمضي دي حاولت فيها شويه بس لقيت الموضوع مستحيل. ما بيمضيش العيان ما بيمضيش ومش هيمضي. اصل الكلام ده عايز سيستم، ده في ناس بتوقف عمليات اوبريشنز على امضاء عشان التخدير. يعني في العقليه بتاعت المريض المصري او الشخص المصري، انت ما دام مضيتني على حاجه يبقى انت هتعمل فيها مصيبه. بالظبط. تمام. ده غير ان القوانين الجديده بتقول لك ان الامضاء دي يعني سوري ما لهاش معنى خالص. انت مضيت العين على كونسنت بس برضو انت مسؤول. طب امال هو ماضي كونسنت ليه حضرتك؟ بس انت مسؤول. طب هو عارف بس انت مسؤول. طب انا همضيه على كونسنت ليه؟ فالعيان من الاول كده، انا رايي العيان اللي هو مش هيرضى بالواقع او في مشكله هو مش متقبل ان حلها الواقعي كذا، انا ما برضاش اشتغل خالص. بس بنعمل اويرنس بس بالمشاكل المحتمله وخلاص على كده. انا يكفيني، انا يعني مش بدور بصراحه عشان ابقى اونست معاك برضو، انا مش بدور على الكونسنت الليجل قد ما بدور على الكونسنت اللي هيرضي ضميري. اللي هو لما العيان ده يجي يقول لي انا ليه استجابتي مش كده، ابقى انا ضميري مستريح. لا ده انا شرحت لك وقلت لك والحاله كذا ووضعك كذا وانت عارف كده، بس انا وانا بتكلم انت مش سامعني. فدي مش ذنبي بالظبط. فانا بس مستريح. بعد جلسات الليزر بيبقى دايما عندنا في سؤال هنستخدم ايه بعد الجلسه. احنا بنسمع الفتره الاخيره كتير عن السنتيلا اسيتيكا، وبقى في عندنا يعني حاجات كتيره قوي موجوده باشكال صحيح. مختلفه. هل احنا اسأنا استخدام السنتيلا اسيتيكا في اماكن جدا في غير اماكن؟ نهار اسود، احنا بوظناها خالص. ايه الاستخدام الامثل بالنسبه لك ونوظفها في ايه تحديدا يعني؟ طيب احنا شعب لما بيحب قوي ولما بيكره قوي. فاحنا حبينا السنتيلا قوي قوي يعني عشقناها عشق. فالناس بتحط السنتيلا دي قربت تشربها. وبعدين ما بيستخدموش الحاجه المناسبه ليهم. يعني احنا شفنا الترند الكوري ده في بشرات حسنها جدا، في بشرات دمرها. فهم كلهم فيهم سنتيلا، فبس كلهم موجهين للبشره الجافه. فاي حد بشرته دهنيه اتدمر، تروق جامد.
فالسنتيلا حلوه، بتعمل سكين ريبير وانتي انفلاماتوري، بتضيع الالتهابات، يعني حلوه للبشره. بس الفورميليشن بتاعها هو اللي لازم نعرفه. الفورميليشن لازم لو انا بشره دهنيه او بعد الليزر لازم تبقى فورميليشن خفيفه، سيرم جل، لازم يكون نون كوميدوجينيك، يعني ما يعملش حب شباب. لو في كده اتس اوكي، لو هو داخل في برودكت كده اتس اوكي. لكن لو انا جايبه كريمات التقيله بتاعت السنتيلا وبحط ليل أويل سكين ونهار بالظبط. وعايشه حياتي ان هو ده اللي هيرجعني شباب، بالعكس ده انا وشي هيبوظ زياده. يعني اختيار الفورمه المناسبه طبعاً. لطبيعه بشرتي طبعاً. سواء او حتى على مكان او انهي مكان في جسمي. بالظبط. لا، نسال، يعني نسال، السؤال محرومش. نعم، احنا بنبقى الخطوه الثالثه او الرابعه في الغالب احنا بالنسبه بعد ما الدنيا للمريض. تبوظ. بالظبط ما انا كده. اللي بيجي لي كده على فكره بقول لهم على فكره البرودكتس الكوري والحاجات اللي مش معلومه الهويه والترندات دي مشغله العيادات. طبعا. دي بحقيقه، وانت عارف طبعا. ان كل العيانين وشهم يبوظ او شعرهم يبوظ من الترندات وتجيلك بعد كده يجي بقى طب ما تيجي صلح قبلها انت اللي بقى. هو طب تعالي تعال قبلها. قبل ما تبوظ. طيب احنا بنشوف دايما الجانب الساينتفك والجانب الجد، الجانب اللي في المؤتمرات وفي العلم، بره بقى الطب وبره حته الطب دي. انا نفسي اعرف هواياتك. انا عارف انك مالكيش في الكوره، بس يعني ايه، بحاول اخمن كده، هل مثلا ميول فنيه، موسيقيه، ميولك ايه؟ يعني ايه الهوايات بتاعتك اللي بره الطب في وقت فراغك لما يبقى في وقت فراغ بنحب نعملها، او بنحب ان احنا ايه، نسترجع النوستالجيا بتاعتنا ايام الفضاء؟ بحب القرايه. القرايه دي حاجه اختفت دلوقتي للاسف، هل ما زلتي حريصه عليها؟ بحب القرايه قوي. بيرفكت. القرايه مش اي بوك، كتاب. لا كتب باخدها معايا وانا مسافره. وبتاع. دايما تلاقي في الهاند باج بتاعتي كتاب او كتابين وانا مسافره الساحل. لو في مصيف ده في بقى 10 كتب، لان انا بخلص كتاب في اليوم. ما شاء ففي الله. 10 كتب كده اخدهم معايا على البحر، اقعد اقرا، اخدها معايا على السرير اقعد اقرا، الصبح افطر كوبايه الشاي جنبي اقعد اقرا. دي نوع من انواع الريلاكسيشن الذهني والايموشنال بالنسبه لي. قرايه قرايه قرايه. في حد من ولاد في الهوايه دي ولا لا؟ خالص مفيش للاسف. الجيل الجديد كله للاسف كله سكرولينج بس كده، بس. ريلز وحاجات معلومات كلها بتخش في وقت صغير جدا بالزبط. ومفيش حاجه بتفضل منها للاسف. ايه نوع القرايه اللي بتقريها تحديدا؟ روايات بس مش حاجات، يعني بحب قوي الحاجات اللي هي فيها ادفنتشرز، فيها حاجات خياليه. بحب قوي روايات الرعب زي افلام الرعب برضو من ضمن الحاجات. بحب اتفرج على الافلام. الولاد بيحبوا برضو الموضوع يعني من كتر ما قعدوا معايا رعب ونضلم البيت كده، بس ما هو حدش بيخاف، ما خلاص بطلنا، ما احنا من كتر اللي شفناه. كل السيريز اللي ممكن تتخيلها ولا مش ممكن تتخيلها يعني خلصتها. الواحد فعلا بيتفرج على افلام الرعب اللي كان بيخاف منها زمان، بيقول ايه السذاجه اللي احنا كنا فيها دي. لا يعني انا اصبحت بتفرج على الحاجات دي لانها بتخرجني من الواقع. يعني خلاص انا مش هتفرج على روايه اجتماعيه ومش هتفرج على روايات عاطفيه ولا روايات سياسيه، خلاص بقى. يعني الحاجات دي احنا عايشينها افري داي. انا عايزه حاجه تخرجني من الواقع وانا عارفه انها فانتسي ومش هتحصل. فانا عايزه حاجه خياليه. عارفه الفيله وليله كده انت قاعد بتسمع حاجه وهم. يعني ما فكرتيش قبل كده تبقي مذيعه خالص؟ عمرك ما حسيتي انك ممكن تبقي مذيعه؟ لا، بس انا احس عندك التالنت ده جدا. بيقولوا لي كده كتير والله. جدا. لا والله. يعني انا لو كانوا قلتوا لي كده وانا صغيره كنت كسبت اكتر من اللي بكسبه دلوقتي. لا، محاوله جيده، وبرده الكاريزما بتحكم يعني. لا ده عشان قاعده معاك بس. لا يا فندم، ده شرف لينا، وبجد انا سعدت جدا جدا بوجودك معايا، واتشرفت بوجود حضرتك معانا، وبجد يعني سلامنا لاستاذنا واستاذتنا. ربنا يخليك يا رب. ونشوفكم دايما على خير في افضل صحه ربنا يخليك. وسعدت بوجودك. تسلم لي.